الرحمن الرحيم. هنعمل وصفة سهلة جدا لفراخ مشوية، مش هتاخد معاكي دقايق. انا هقول بسم الله على طول في الوصفة. عندي هنا فص ثوم مفروم، عليهم زبادي، ومعلقة كبيرة زيت زيتون او زيت نباتي المتاح بالنسبة لك، وخلطة المشاوي دي شكلها. المنكهات اللي عندي بابريكا وفلفل اسود وشوية زعتر. هقلب كل دول كده مع بعض. عندي الفراخ مغسولة كويس بالملح والخل والدقيق، هحطها في التتبيله. طبعا الفراخ ديت وراك مخليه عشان هي دي اللي كانت متاحه معايا، بس تقدروا تعملوها باي جزء من الفراخ. طبعا انا هبيت التتبيله، هبيت الفراخ كده ليله كامله في التتبيله. لو انتي مستعجله عليها ممكن تستخدميها خلال ساعتين 3، بس انا بحب النكهه تبقى عندي اقوى واعززها اكتر، فهسيبها كده ليله كامله. وبعد كده اقول لكم بقى على طريقه التسويه بتاعتها. كده قعدت في التتبيله الليله الكامله. هحط بس كده حوالي معلقه كبيره باربيكيو صوص وهقلبها كويس. وكنت مسخنه عندي الاير فراير، لو مش متاحه عندك ممكن تحطيها في الفرن مفيش مشكله. طبعا كل واحده وحسب نوع الاير فراير بتاعتها. البرمجه ممكن من 20 دقيقه او 25 دقيقه. انا هحطها كده واطلعها لكم بقى بشكلها النهائي. وعلى بال ما تستوي هعمل لكم باستا جنبها بالوايت صوص، هتعجبكم جدا تتاكل جنبها. بس في معلومه عايزه اقول لكم عليها، في نص الوقت هقلبها على الجنب التاني عشان تاخد نفس اللون من كل الاتجاهات. بقى صوص المكرونه عندي هنا طاسه على النار فيها فصين مستكه ومعلقه زبده على زيت، هسيبهم بس كده يقدحوا شويه. هنزل بفصين توم مفرومين بس مش عايزاهم ياخدوا لون، انا عايزه بس ريحتهم هي اللي تطلع. بعد كده هنزل بشويه فلفل الوان يتشوحوا كده شويه مع الثوم، وهحط معلقتين كبار دقيق، معلقتين اكل. ههدي النار بس شويه لحد ما ريحه الدقيق تختفي. ريحه الدقيق عندي اختفت. هحط عليهم 3 كوبايات لبن، وحوالي ربع كوبايه كريمه لباني. لو مش متاحه مفيش مشكله، ممكن كمان البديل بتاعها زي ما علمتكم زمان. عندك معلقتين كبار كريم شانتيه خام، عليهم معلقتين لبن بودره، وكمان تحطي شويه لبن صافي او ميه، وكمان ممكن تحطي كمان معلقه قشطه لو متاحه، وتقلبيهم بالهاند بلندر او بمضرب البيض. جامد جدا، هيديكي نفس النكهه بتاعه الكريمه اللباني. عندي معلقه جبنه كريمي، وكمان عليهم شويه كده موتزاريلا. والمنكهات اللي عندي فلفل اسود واوريجانو وريحان ورشه جوز الطيب، وطبعا الملح حسب الرغبه، بس اعملي حساب الملح اللي في الموتزاريلا وفي الجبنه الكريمي. عندي غلوه واحده بس. طبعا انا سلقه مكرونه، اي نوع مكرونه بتفضلوها. اديها كده تقليبه، وكمان الفراخ عندي اتشوت. اخر خطوه بس بعد ما غرفت الاكل والفراخ استوت، عندي هنا صوص عملته سهل خالص. معلقه عسل نحل على معلقه صويا صوص على باربيكيو على فص ثوم مفروم، وقلبتهم كويس. هدي بس كده للفراخ دهنه عشان تديني لمعه حلوه قوي. ممكن كمان نفس الصوص دوت تحطوه اثناء السوا، هيدي نكهه ويعزز اللون والشكل والطعم حلو جدا. عايزه اقول لكم بجد يا ريت تكونوا موجودين معايا عشان تجربوها. يا ريت تسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بصفات تانية جديده.